أنا أقسم بالله العظيم أنه لا حظ لك في الإسلام، أنت ملحد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعني ماذا نقول. بالنسبه لهذه الحلقه غادي نناقشوا فيها واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعه، اللي هو الناس كيهضروا عليه الفيد او الدكتور الفيد، اللي هناك اللي كيوصفوا بانه ملحد، وهناك اللي كيوصفوا بانه راه الضحيه ديال التضليل ديال اصحاب القنوات الى غير ذلك. يعني غنشوفوا فعلا واش الدكتور الفيد ملحد او غير ملحد حسب ما يبدو، حسب بعض الاطلاع ديالنا على بعض الامور المتعلقه بهذا الشان، خصوصا التكفير في الاسلام. أتناقش مع طلبتي في كل شيء أحبه، وليس لكم الحق أن تتدخلوا. واش المهزلة؟ أنا تكلمت على مخترع الكهرباء سيدخل الجنة إن شاء الله، والليلة غندخلوا الجنة عاوتاني. ليس مسلم لكن مؤمن، وسنرى. الذين ماتوا في هذه الفترة يعني ماتوا على الفطرة. الله سبحانه وتعالى نقريكم الفقه، سيمتحنهم. هذو اللي ماتوا بدون دعوة سيمتحنهم الله، حتى ديك سيمتحنهم ما نتفقش عليها، ولكن نقولوا داكشي اللي في كتبكم. فكما شفتوا الدكتور الفايد قال بان بانه في الاول قال بان اديسون او مخترع الكهرباء غادي يدخل الجنه، ثم من بعد اعتبر اديسون من انه اعتبره من اهل الفتره. اذا هو بحال الا قلتي عنده تاويل اخر لما وقع لاديسون، وهذا اهل الفتره راه هما بطبيعه الحال كاينين في الاسلام وهضروا عليهم العلماء الى غير ذلك، والاحاديث النبويه الى غير ذلك. واهل الفتره هم الذين ماشي الفطره، لان هناك ربما سمعت شي فيديو قيل فيه الفتره اذا الفتره بالتاء ماشي بالطاء. اهل الفتره هم الذين لم يعني يتلقوا رساله او شريعه، يعني ما وصلتهمش شي رساله او شي شريعه، او كانوا بين نبي ونبي. يعني واحد مثلا الناس جاوا بين شي نبي ونبي، يعني ما شافوش شي رسول ولا ما جاتهمش شي دعوه وما وصلتهمش، فهادو يقال هناك يعني من العلماء بطبيعة الحال ومن المذاهب الإسلامية من يقول بأنهم غيدخلوا الجنة مباشرة، وهناك من يقول بأن الله تعالى سيختبرهم، يعني غيمتحنهم في الآخرة، ثم اللي من أهل الجنة غيكون من أهل الجنة ومن أهل النار غيكون من أهل النار. فهذا هو الفهم اللي فهم به الدكتور الفايد هذه المسألة ديال مخترع الكهرباء. إذا فهو هذا الشيء اللي قال، إذا كان هذا الشيء اللي فهم اللي هذا الفهم ديالو راه نفس الشيء، يعني ما خارج، يعني هذا الشيء ما خارج على الدين الاسلامي، يعني لا زال في نقاشات اللي كتدور بين علماء الاسلام قديما وحديثا. جميع من قدموا اعمال فالله هو الذي يحاسب، هو الذي سيعفو او يرحم او يعذب. انتم بديتوا كتدخلوا الناس للنار وتدخلوا الناس للجنه، احنا ما دخلنا الناس للنار للجنه. هنا يقول طلبه قلت لهم بان هذا الشخص لم ياتيه احد. بطبيعة الحال قبل ما ندير هذه الحلقة رجعت لمجموعة من الأقوال ديال العلماء السابقين المعتمدين قديما، مثل النووي، مثل ابن حزم، مثل ابن دقيق العيد، مثل ابن عبد البر، مثل مجموعة من العلماء الكبار، مثل كذلك ابن تيمية إلى غير ذلك. لقيت بأن هاد الناس كاملين تقريبا، يعني مجموعة من العلماء القدماء اللي عندهم واحد مكانة كبيرة في الإسلام، كيقول بأنه راه لا يجوز، يعني ما خصوش الإنسان، يعني المسلم ما خصوش يتهم او يوصف شي واحد بالكفر بسهوله. وكيقولوا هاد العلماء كيقول بانه هناك من يقول فيهم انه واخا الانسان نطق كلمات الكفر مثلا، الا قال مثلا شي كلمه ديال الكفر وهو مثلا ما كيصحاب لها ان هذيك الكلمه ما تخرجوش للاسلام، وقالها مثلا بحال هذيك الكلمه مثلا اللي قال الدكتور الفايد، واخا هو تراجع عنها بطريقه اخرى، قال مثلا ان مخترع الكهرباء راه غيدخل الجنه، فهو قالها وفهم فيها حاجه اخرى. ثم كذلك من الشبهات اللي خلات بعض الناس يتهموا الفايد بانه من الملحدين، انه قالوا بانه كيشجع المثليه، او انه مع المثليين، او ما يسمى قديما عند الفقهاء ب يعني اصحاب اللواط الى غير ذلك. فكذلك الفايد كاين في هذه المساله، وكيقول بانه هو غير قال بان هاد الناس واخا هما مذنبين واخا هما عصاة راه ما خصهمش يتقتلوا، ما خصهمش يموتوا الى غير ذلك. خوفوني بالقرآن، خوفوني بكتاب الله، خوفوني بتقوى الله، والله أخاف منكم بالقرآن، والله أخاف منكم. اتصلوا بيا ولي السفايد تبين، احنا سمعنا اش قلتي، واش بصح هادشي؟ ودخلتوا قوم لوط وشجع المثليين. أنا نسولكم سؤال جاوبوا عليه، ونتحداك تجاوب عليه. لنفرض هذا المجتمع ديالنا مجتمع إسلامي، لنفرض مجتمع إسلامي، عندنا ناس مصابين بالجذام،
هاد الناس اللي مصابين بالجذام غادي يعاديو الناس. هل نقتلهم؟ هل يجوز قتلهم أو نتركهم في المجتمع؟ وفعلا حتى هذه المساله راجعنا فيها الفقهاء. انا يعني رجعت وقلبت على الفقهاء اش كيقولوا في هذه المساله. فعلا هناك فقهاء مثلا بحال المالكيه وبحال مثلا الحنابلة بحال بعض الشافعيه كيقولوا بان هاد الناس خصهم يتقتلوا الى غير ذلك. ولكن هناك ابو حنيفه كيقول بان هاد الناس ماشي بالضروره غيتقتلوا، وانما غيتادبوا وغادي يتعاقبوا بشي عقاب معين. القاضي او الامير هو اللي كيحكم فيه، ثم غادي يعني ما غاديش يعني تقتلوا بهذيك الطريقه. اذا فإلا مشينا نفس الشيء، فهل المساله اللي قال الفيض راه سبقوا ليها ابو حنيفه قالها بان الناس ما غاديش يتقتلوا كما شفتوا. باش ما يكونش عندنا عنف المدي هادو، واش يعني غنحترموا الحياه؟ هادو عندهم الحق في الحياه، مريض مثل يدبر راسو، ولكن واش عندهم الحق في الحياه؟ واش نقتلوهم؟ واش عندهم الحق في الحياه، نعم ام لا؟ يعني هذا اللي قلت، عندهم الحق في الحياه. الدكتور فايد يشجع على المثليين، يعني يسمعوكم اخبار خاطئه. هؤلاء المثليين كذلك مرض، مثل السيده، مثل الجذام، مثل اي شيء. لهم الحق في الحياه من الناحيه الاسلاميه، عندهم الحق في الحياه. ثم كذلك من المسائل التي اثارها الدكتور الفيت كذلك، قال علاش حنا سيدي في الكليات كنلقاو ان الناس كيقراو تما الذات الالهيه وكيوصفوها بحال وكيدرسوا الذات الالهيه، يعني الله تعالى كيدرسوه بحال اللي كيدرسوا كيتعاملوا مع الذات الالهيه كبشر. لما ندرس الذات الالهيه في الكليات البلدان الاسلاميه نتعامل مع الله كبشر. هذا لا يحق ولا يجوز بالنسبه لله سبحانه وتعالى ان ندرس الذات الالهيه، ان ندرس اسماء الله الحسنى. هذا هو المشكل اللي كان مع علماء الكون، مع ابن سينا ومع ابن طفيل ومع الرازي ومع هذا هو المشكل اللي كان مع ابن سينا. وهذه مسألة كذلك خلافية، ومسألة تحدثت عنها الفرق العقدية منذ القدم. الفرق العقدية هضرت على الله تعالى، ولكن معظم الفرق الإسلامية اللي أهل السنة والجماعة، الأشاعرة، الماتريدية، السلفية كذلك أو أهل الآثار، فكاملين كيقول بأن الله تعالى لا يجب أن نشبهه بالخلق، لأن الله تعالى يقول في كتابه ليس كمثله شيء. فجميع الفرق يقول بأنه الله تعالى ما خصناش نشبهوه بالناس أو بأي شيء آخر، وما خصناش كذلك. فكل الفرق تقريبا تحاول أن تنفي عن الله تعالى التجسيد والتشبيه. فهذه المسألة اللي قال الفايدة أنا ما عرفتش شكون هما الكليات اللي كيدرسوا هذه المسألة. اللهم إلا وقعت بعض الأخطاء من بعض الأساتذة أو الدكاترة اللي كيوصف الله تعالى وكيوصفوه بشي صفات قريبة للبشر ممكن، لكن الأصل من عند أهل السنة والجماعة خصوصا الأشاعرة كيركزوا على المسألة ديال نفي التشبيه ونفي التجسيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. وكذلك حتى السلفية والأثرية حتى هما راه كيمشيو في هذا الاتجاه، كيقولوا أنه كينفيو التجسيم والتشبيه عن الله تعالى، غير هو كاين اختلاف في بعض تفاصيل في هذه المسألة. إذا فنفس الشيء فالفيد هذه المسألة ما عرفت أنا في جابها. إذا فهذه المسألة خاطئة بالنسبة للدكتور الفيد، يعني ما كاينش شي مدرسة إسلامية أنا لا أعتقد أنه توجد في هذه المسألة بهذه الصورة. اللهم إلا كانت شي أخطاء جزئية من بعض الأساتذة أو غير ذلك. الأمانة الباطلة يضمنون للناس أن الذنوب غفرت، شيء لا ينتبه لها الناس. يا عباد الله إن الدين بالعقل، يا عباد الله انتبهوا واستيقظوا، انتبهوا. لقد هلكنا الكهنوت هو الذي هلك الدين، أما الدين يسير وبسيط وجميل. ثم يقول كذلك يا عباد الله إن الدين بالعقل إلى غير ذلك. فهذه مسألة كذلك هي مسألة خطيرة جدا، لكن هي لا تخرجه من الدين بطبيعة الحال، واخا قال هذه الهضرة لكن لا يعتبر هذا إلحاد. وهذه المسألة راه سبقات بها واحد الفرقة كتسمى المعتزلة. دائما كانوا يقولون بأن العقل مقدم على النقل، وكيقولوا بأن الإنسان يستطيع أن يدرك الحق بعقله حتى مع عدم ورود النص. بمعنى كيقولوا مثلا أن المعتزلة، يعني ربما هذه الفكرة اللي تبناها الفايد وهو ما عارفش أنها ديال المعتزلة كيقولوا بأن الإنسان يمكن ليه أنه يعرف الحقيقة، يعرف الحق، واخا كاع ما يجيه النص، واخا كاع ما يجيه الوحي، واخا ما يجيش مثلا شي آية قرآنية أو مثلا بحال الظلم. مثلا الظلم راه جميع الناس في الكون
راه يقولون بان الظلم ما خصوش يكون، مثلا بحال الامريكيين مثلا والصينيين وكذا وروسيا مثلا، واش هما كيقبلوا الظلم؟ ما كيقبلوش الظلم. داكشي علاش داروا المحاكم وداروا القوانين. هذا هو الطرح ديال المعتزله. كيقولوا المعتزله بان الانسان يمكنه ان يدرك الخير والحق بالعقل قبل ما يجي كاع الشرع، وهذه مساله خلافيه ردوا عليهم الاشاعره، وبقى واحد الحوار كذا وواحد النقاشات قديما، هادشي قديم. والاشاعره كيقولوا ان النقل مقدم على العقل غير ذلك، وكاين كذلك الماتريديه. يعني هذه الامور هي عقديه تناقشات منذ قرون عديده، وهذه المساله تناقشات واش الدين واش العقل هو الحاكم او النقل والنص كذلك. ومن الامور كذلك اللي طرحها وقالها الدكتور الفايد، قال بان السنه وخصوصا ما يتعلق بالسنه، قال بان البخاري فيه بعض الاحاديث لا يقبلها العقل. كيف تريدون ان تكملونها بالسنه؟ كيف تريدون ان تكملوها اذا ناقصه؟ الاشياء الاخرى تعاليم الرسول ليست سنه، تسمى تعاليم الرسول، يعلمنا كيف نتعامل بهذا. تقرا حديث في البخاري لا يقبله العقل ويريد منك ان تصدقه، بحال الحديث ديال حبب الي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يلا وترجمة امريكاني، قول لي لي فام لو بارفان اي لا بريير. قول لي ليديز، هذا ليديز بيرفومز فراغرانس اند براير. وشوف اش غيشوف، واش غتدخل له المخ ولا علاش. ومن الامور كذلك اللي انكرها الدكتور الفايد وعندها علاقه بالعقل، وهي واحد الحديث مذكور في صحيح البخاري، قال بان البخاري صحيح البخاري فيه مجموعه من الاحاديث اللي ما كيصدقهاش العقل. فهذه المساله حتى هي راه خطيره شويه، لان باش تشكك الناس في الامور ديال البخاري الى غير ذلك هذه ماشي سهله. صحيح البخاري ليس من تأليف البخاري كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يظن أن كتب السنة هي من تأليف أشخاص، صحيح، فيقولون هذا تأليف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس بن البخاري، ويظنون أنه هو الذي طلع هذا الكلام من رأسه. وهذا الحال لا ينطبق على السنة، هذا ينطبق على كتب الفقه هي تأليف لأشخاص، ينطبق على كتب الأصول هي تأليف لأشخاص، لكن كتب السنة لا ينطبق هذا عليها لأنها مجرد جمع تجميع، ليس وهي جمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تنتقد الكلام فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ودعك من البخاري مجرد ناقل. وهو أنكر واحد الحديث قال بأن عقله ما عجبوش إلى غير ذلك، وهو حديث ديال حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا الحديث ممكن دابا مثلا شي واحد سمعه في هذا العصر غيقول كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول أنه يحب النساء إلى غير ذلك، لكن راه الله تعالى اللي خلق البشر راه ذكرها في القرآن. قال الله إيه هو الفايد عزيز عليه القرآن وكيعتمد غير على القرآن. راه الله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى غير ذلك، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذا فالله تعالى لم ينكر أن الناس فطرتهم تميل إلى النساء، تميل إلى الأموال، تميل إلى محبة البنين الأطفال والبنات يعني الأولاد، وأن كذلك الناس يحبون الخيول، والآن كاين السيارات بلاصتها، يعني الناس كذلك يحبون الحرث، يحبون كل ما هو يكثر من أموالهم إلى غير ذلك. ولكن الله تعالى في الآخر والله عنده حسن المآب، بمعنى الله تعالى راه ما عنده أفضل من كل ما ذكر. إذا فهذه المسألة الله تعالى ما نكرهاش، الله اللي خلقنا راه عرف خلقنا وصنع فينا هذه الفطرة ديال هذه الأمور، هذه الشهوات الدنيوية التي بالعكس فهذه المسألة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كتخلي هذا الدين يكون دين واقعي. فالإسلام ماشي بحال الديانات الأخرى مثلا اللي كتخليك اللي كتمنع عليك مثلا بعض الأمور اللي هي فطرية مثل الزواج، وكتمنع عليك كسب المال إلى غير ذلك. فالعكس فهذا الحديث كيخلي الشريعة أكثر واقعية وأكثر يعني قبول عند الآخر. فملي كتقول مثلا شي أمريكي بالعكس هذا الشيء اللي خصك تقول، مثلا ملي كتقول شي أمريكي راه الدين ديالنا حنا ما كيمنعش الزواج، بالعكس فالرسول ديالنا عزيز عليه يتزوج مثلا، او لا يحب النساء من ناحيه حبا فطريا ماشي. والرسول ديالنا حتى هو لا يمنع من البيع والشراء ولا يمنع من تملك المال، ولكن جعلت قرة عينه في الصلاة، يعني الصلاة أحب إليه من كل هذه الأمور. فإلا فهمنا هذا الحديث بهذا الشكل راه ما غاديش يكون أي إشكال. فالعكس هو اللي غادي نكتشفوا أن الدين ديالنا واقعي أكثر من أي دين آخر، لأنه لا يمنع الإنسان من شهواته الجائزة والمباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا فهذه المسألة هي فقط شبهة لا علاقة لها بالواقع، هي فقط توجد في عقل الدكتور الفهيد. أنا لم أتجرأ على أحد
أنا لم أطعن في الصحابة، أنا لم أنكر الإسراء والمعراج، هؤلاء يكذبون على الناس. أنكرت الحور العين اللي في مخ الشيوخ وليس الحور العين اللي كاينه في القرآن، لأن يعني المخ ديال الشيوخ فيه الجنس، أما الحور العين اللي في القرآن حاشا لله سبحانه وتعالى واش يوصف لنا هذه المسائل هذه. وكذلك من الشبهات اللي خلات بعض الناس كيكفروا الفيض، وهو قال إنكاره أو تحدث أنه هضر على الإسراء والمعراج وهضر على الحور العين، لكن هو استدرك قال بأن أنا ما نكرتش الحور العين، غير هو أنا نكرت بأن الحور العين يكون عندهم علاقة بالجنس إلى غير ذلك، وراه بين هذه الأمور فيما بعد. أنا أعتقد أن الفيض يعني هو ما غاديش نقول عليه كافر، ما غاديش نقول عليه ملحد، بقدر ما هو إنسان يبحث عن الحقيقة في غير محلها ويتخبط، ويعني اختلطت عليه الأمور كثيرا، يعني ما بقاش عارف اش غيقول، ما بقاش عارف، يعني ما الأمور عنده غير واضحة. هذا هو اللي كيظهر لي. وحتى السنة النبوية راه هو قال بأنه قال أنا ما كنكر السنة راه كاينة، غير هي السنة عنده واحد الفهم اخر عند الدكتور الفيض. إذا فالدكتور الفيض وقعت له مجموعة من الأمور اللي هي يعني اختلطت عليه الأمور. وشنو اللي كيخلي الإنسان تختلط عليه الأمور؟ الإنسان اللي كيهضر في شي تخصص ماشي ديالو، راه في هذه الحال اي مجال قريت فيه غير شويه راه غدوخ شويه. راه حتى الفلسفه نيت كيقولوا شكون اللي حتى في الفلسفه كيقولوا شكون اللي كيولي ملحد في الفلسفه، اللي قرا فيها غير شويه وما تعمقش فيها. اما اللي تعمقوا فيها راه ما كيلقاش معاه مشكل، ما كي لا يلحد ولا غير ذلك. لكن اللي قرا غير شويه من هنا شويه من هنا شي اقوال ديال الفلاسفه الى غير ذلك راه دغيا عقله لا يستحمل تلك الامور. اما الناس بحال العلماء ديالنا حنا اللي قراو الفلسفه قديما بحال ابن سينا بحال الفارابي بحال الغزالي، راه هادو ما اثرش عليهم سلبا، ما خلاتهمش يكفروا الى غير ذلك. فهذه المساله وحتى في هذا العصر نيت راه كاينين الناس قراو الفلسفه بحال بعض علماء الازهر بحال ابن بيان بحال بزاف ديال العلماء راه قراو الفلسفه، رغم ذلك بقوا متمسكين بعقيدتهم الى غير ذلك. اذا ف الانسان عندما يتحدث ملي كيهضر في واحد العلم ما كيعرف فيه حتى حاجه، راه كيوقع فيما وقع فيه الدكتور الفيض من يعني كتخلط عليه الامور وكيعرف اش غي ما كيفهمش، ما كيكونش عنده التصور الصحيح للامور والاشياء التي يتحدث عنها. اذا هذه هي الامور اللي بغينا نهضروا عليها في هذه الحلقه. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم سواء في الفيسبوك او في الواتساب، يعني تنشروا الرابط بين الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك او في الواتساب. والى فيديو اخر بحول الله اترككم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.